بيبتدي الفيلم مع عائلة الميتشلز وهم سايقين العربية في نفق ضلمة، ولما بيطلعوا منه بيخبطوا في روبوتات في نص الطريق فبيكسروهم، وبعد كده بينط روبوت تاني على العربية ويفضل ماسك فيها عشان يكملوا المطاردة. عشان نعرف ايه اللي وصلهم للوضع ده بنرجع بالزمن لورا شوية وبنشوف عائلة الميتشلز واللي بتتكون من كيتي اللي في البيت اللي في المدرسة ومقدمة على منحة للدراسة في لوس أنجلوس، وبتكون هوايتها هي عمل الأفلام، بتعملها بطريقة غريبة فبتحاول تستخدم اللي عندها عشان تعمل حاجة كويسة، بس يعني موهوبة برضو. وأخوها الصغير أرون ده غريب زيها، بس هي عيلة غريبة بس حلوين يعني. هواية أرون بتكون القراية عن الديناصورات وتجميع ألعاب ليهم، وده بيخليه غريب بالنسبة لأي حد بيتكلم معاه، وده بيخليه يتوتر من أي مكالمة. دي الأم بقى بتشجعهم كلهم ومحسساهم ان هم احسن ناس في الدنيا. القرد برضو في عينهم غزاة. ده بقى الأب على قديمه بقى، ما بيحبش التكنولوجيا ولا الموبايلات ولا الكلام ده خالص، بيحب الطبيعة وتصليح الحاجات وده اللي بيقضي وقت فيه. وما ننساش الكلب بتاعهم بونشي اللي يفضل اللي انت بتلعب معاه وبتشجعه وبتغير اللي انت من جيرانهم. عيلة جوزي عشان عيلة مثالية وبينزلوا كل صورهم على الانستجرام، وبنشوف ان الاب والام متفاهمين ومش زي نيك اللي مش شاغل باله بحاجه. بعد كده بتعرف كيتي انها اتقبلت في الجامعه وانها خلاص هتسافر، فبتتبسط وبتبقى مش مصدقه نفسها، وبتعرض الافلام اللي هي عاملاها على صحابها اللي اتقبلوا زيها وبيعجبهم شغلها، فبتتشجع وبتنزل على العشاء وبتقول لعيلتها ان هي عايزه تفرجهم عليه، فبيقولها شيل القرف ده من على الاكل وان انت بتعمليه ده مش هيكسبك فلوس، فبتزعل وبتقول له خلاص مش هتتفرج عليه، فبيحاول يصلح اللي عمله فبيقولها هتفرج وخلاص، فبيشد اللابتوب منها فبيقع اللابتوب منهم فبيتكسر، فبتقوم كيتي من على الترابيزه وبتقول له انها فرحانه انها هتسافر بكره عشان زهقت منهم، وبتروح مراته تقول له ايه اللي انت عملته ده، ما كانش هيحصل حاجه لو شجعتها، وده اخر يوم ليها هنا. فكان بقى الاب متضايق من اللي عمله فبيتفرج على ذكرياته مع بنته، بيفتكر قد ايه ان هو كان بيحبها وبيلعب معاها، فبيقرر ان هو يصالحها. وتاني يوم بتصحى كيتي وتجهز نفسها عشان تلحق الطياره، ولما بتفتح الباب بتلاقي باباها واقف وبيقول لها انه لغى التذكره وياخدها مع باقي العيله في العربيه وهتبقى الرحله الاخيره لهم مع بعض، فبتتضايق كيتي فبتقول له ليه كده، وبتفضل ضربه بوزها وبترضى بقى بالامر الواقع، وبتطلع كاميرتها وبتاخد صور للشارع في الطريق. بيحاول ريكي انه يزود الحماس شويه ويفضل يلعب بالعربيه ويخبط المخاريط لحد ما يوقفه الضابط ويخليه يدفع غرامه. بعدها بيقفوا في مطعم معفن محدش سمع عنه قبل كده، وبعد ما ياكلوا كلهم بيتعبوا، ده بيزود حلاوة الرحلة طبعا. فبنروح بقى للراجل بنروح بقى لسيليكون فالي واللي فيه مايكل المدير التنفيذي لشركة الروبوتات. بيعمل اجتماع وبيقول طبعا كله فاكر ان الابليكيشن بتاعنا ده كان اجمد حاجة هعملها، بس ده غلط، وبيرمي بال عن الارض. فبيشوفها زعلانة من اللي حصل لها وبيطلع الاختراع الجديد بتاعه بالون ماكس. ده مش ابليكيشن، ده روبوت متكامل بيقدر يعمل اي مهمة في البيت زي التنظيف وترتيب الحاجات وتقطيع الخضار، اي حاجه بقى. وعشان يطمن الناس بيقول لهم ان الروبوتات ديت فيها كود عشان ما حدش يقدر يتحكم فيها ويخليها روبوتات شريره. بس بعدها بدقايق بتتهكر الروبوتات كلها وبتخرج عن التحكم مارك اللي بيفضل واقف مصدوم، بيمسك روبوت منهم عربيه عشان يرفعها بشعاع ويرميها على الناس اللي في الاجتماع، وبياخد 2 تانيين مارك معاهم ويمشوا. نرجع تاني بقى للعيله بتاعتنا، هما مكملين رحلتهم. ليندا بدات تحب الوضع وعماله ترقص لحد ما يوصلوا المكان المفروض ان فيه ديناصورات، لعبه عملاقه. هنا بيدخلوا يلاقوا الديناصورات مرهقه شويه وشكلها غريب، فبيتضايق ارون وبيدخلوا كلهم المكان، وتفضل ليندا تقلب في الصور عشان تشوف حاجه منهم جامده زي الصور عيله بوزي ولا لا. بتلاقي الصور كلها وحشه وشكلهم فيها غريب، وبالصدفه بيدخل المكان عيله بوزي. ليندا واقفه متنحه عشان شكلهم عيله مثاليه وكل حاجه فيهم مظبوطه، وبيشوف ارون بنتهم واللي بتلاقيها بتحب الديناصورات برضو وبتجيله الفرصه لحد عنده، بس برضو بيتوتر ويجري من قدامها في نص الكلام. ولما بيروح لباب المكان بيلاقي فيه روبوتس بيهاجموا الناس الموجوده، فبيرجع بسرعه وبيستخبى مع عيلته. فبيشوفوا عيله بوزي هما واقفين الروبوتس خايفين وبيفضلوا يعملوا حركات جامده لحد ما يهربوا من المكان من غير ما يتلمسوا. وبعد ما بيهربوا فبيحاول يخلي عيلته تعمل نفس الحركات، بس لا لياقتهم ولسانهم يسمح طبعا بالكلام ده، فبيقعوا على الارض قدام الروبوتات، وقبل ما بيتضربوا بيقع راس ديناصور عليهم فبيقعوا تحته ويجري عليهم الميتشلز عشان يستخبوا منهم. بعد كده بيقوموا روبوتين عشان يهجموا على الميتشلز، بس بتقول كيتي لما تقتلوناش، وانا بيقف الروبوتين وبيقولوا ماشي خلاص مش هنعمل حاجه. وبيعرفوا لما وقع راس الديناصور عليهم خرفوا وبياخدوهم معاهم بقى في العربيه وبيحطوا غطا شبه الاسفلت بالظبط عشان محدش يعرف انهم ماشيين على الطريق.
في الوقت ده بقى بيروح مارك بقى مع الروبوتات اللي هم خاطفينها، فبيعرف اللي عامل فيه كل ده هو ابلكيشن بار اللي خد الموضوع على صدره لما اتبدل بالروبوتات الجديده وقرر انه يعاقب البشر اللي كانوا بيعاملوه وحش. نرجع بقى لعيله الميتشيلز اللي في العربيه دول. بعد ما كيتي قالت لابوها انها بتثق فيه وعارفه ان هو مش هيأذيهم ابدا، وفي الطريق بيقرر ان هو عايز يقرب من بنته، فبيقول انا هديكي درس في السواقه. بس طبعا العربيه بتختل توازنها وبيقع الغطا اللي حاطينه عليها عشان يشوفوا الروبوتس، فبيطاردوهم. فبيقرر ريكي ان هو لازم يهرب بسرعه وينقذ عيلته على الاقل بعد ما وثقوا فيه، وبيفضل يهرب لحد ما بيوصل للنفق اللي احنا شفناه في اول الفيلم، وبيطلع منه عشان يطلع منه ويوقع الروبوت وبيكمل الطريق. فبيعرف يركب بين العربيات ويقف خالص عشان كل الروبوتس اللي كانت بتجري وراه تفقد اثره ويبعدوا عنهم. في الوقت ده بيقول بقى مارك عن الخطه الكامله، وانه عايز يجمع البشر كلهم في شعاع ويحطهم في صاروخ ويرموهم في الفضاء ويعيشوا هو بقى يتحكم في باقي الروبوتس اللي موجوده من غير ما البشر يتحكموا فيه. نرجع بقى للعيله الغريبه واللي طلعوا بعد ما هربوا للروبوتس ومكملين رحلتهم، وبيوديهم روبوتين المقر الرئيسي للروبوتس على بعد 80 ميل، واللي فيه كود لو اتحط كل الروبوتس دي هترجع لطيفه تاني، وبيسيبوهم من الخطط الغريبه بتاعتهم. ولما يوصلوا للمول اللي فيه الاجهزه الكهربائيه بينزل الروبوتس عشان يطلعوا الفلاشه والمفروض ياخدوا عليها الكود ويبدأ التحميل، والعيله بتفضل مستنيه. بس بتكون بال شافت على كاميرات المراقبه ان عيله الميتشيلز لسه عايشين، وطبعا الصورة على الشاشة بتبقى حاجة قمة التخلف. بس بتدي بقى الأمر لكل الأجهزة الكهربائية الموجودة في المكان إن هما يهجموا على الميتشيلز، وبيبقوا واقفين في أمان الله، وفجأة بيلاقوا التلاجات والغسالات وكل الأجهزة الكهربائية بتهجم عليهم. ويقف ريك مع بنته عشان يدافعوا عن المكان ويحموا العيلة، وبيستخدموا صنارة عشان يصطادوا الأجهزة ويرموها في الميكروويف ويخلصوا منهم، وده طبعا بيقرب الاتنين من بعض أكتر. بس الوضع أصعب وبيطلع وحوش من لعبة غريبة وحجمهم ضخم عشان يهجموا على الميتشيلز، وبيقول لهم ريك ان الطلعه دي عليه وانه يعمل فخ بالحبال وهيشد الوحش ويرميه بعيد، وبيعمل فخ وبيفضل واقف مستني. بس لما يقع الوحش في الفخ مش بيقدر ريكي يسحبه، وبينط عليه باقي العيله عشان يساعدوه، بس بيكون الوحش وزنه تقيل جدا. واخيرا بيتدخل روبوتين ويرفعوا الوحش اللي قبل ما يترمي بيضرب ليزر عشان يفجر الراوتر ووقف كل الاجهزه، بس بيوقف النت اللي كانوا بيرفعوا عليه الكود اللي هيعطل الروبوتس. بتقعد كيتي على الارض وهي زعلانه وتقول انها كان نفسها تنقذ العيله عشان يبدا ابوها يثق فيها، بس بيقولها ريك ان هو واثق فيها وفي اي خطه هتقولها هينفذوها. فبتقول لهم الخطه الجديده هتبقى انهم يدخلوا السيليكون فالي وهم متنكرين على هيئة روبوتات ولابسين زيهم، ويحطوا الفلاشة في الجهاز الرئيسي ويدمروا النظام ويرجعوا روبوتات تاني. وفي الطريق بتسوق ليندا العربية عشان جوزها يريح شوية، وتقول لبنتها ان ريك بيحبها. هو كل بس اللي حصل انه كان زمان عنده احلام كتيرة عايز يحققها، ولما فشل الدنيا سدت في وشه وهو مش عايز حد تاني يعيش التجربة ديت. في الوقت ده بيكون بال عرفت ان الميتشيلز عرفوا يهربوا من الاجهزة، فبتجهز لهم جيل جديد من روبوتات شكلهم مش عاطفي، ولو حد فيهم مسك الميتشيلز هيزعلوهم. وتوجه العيله كلهم لسيليكون فالي عشان يدخلوا هم متنكرين، والدنيا ماشيه حلوه الا الكلب المتخلف اللي عمال يلحس الازاز وبيطلع في الروبوت الفلاشه اللي معاه عشان يوصلها للجهاز اللي بتعرف بال ان العيله وصلت، وبتقرر ان هما يكرهوا بعض الاول قبل ما تقبض عليهم. وبتعرض على الشاشه الفيديو اللي كانت كيتي بتقول فيها لابوها انها بتثق فيه وفي سواقته، وبعد كده انها بتقول لاخويا مش بتثق فيه ولا حاجه، وبتقول الكلام بس اللي عايز يسمعه عشان يسوق ويخلص. وبيزعل ريك لما بيسمع الكلام ده وبيحس انه اتخان ويفقد السيطره على نفسه، فبيطلع روبوتس ويقبضوا عليه هو ومراته، وبيقدر الابن والبنت ان هما يستخبوا. وبنشوف كيتي فيديو ليها وهي صغيره على موبايل اخوها وبيكون بيلاعبها بيخليها تسوق وهي فرحانه، حتى لما بيقرر انه يسيب بيته وياخد لها ذكرى منه. بتقرر كيتي انه مهما حصل لازم تنقذ باباها وتعتذر له عن اللي حصل. وبيكون ريك مخطوف جنب مارك، وان المفاجأة ان مارك قاعد بيتفرج على فيديوهات الافلام بتاعت كيتي وهو منبهر وفرحان بيها. اما لو شاف فيديوهات هيعمل ايه؟ بيركز ريك في الفيديو شويه وبيشوف ان بنته مستخدمه الكلب في الفيلم عشان يفتكر ان الكلب ده من كتر ما هو متخلف الروبوتات لما بتشوفه ما بتعرفش تفرق هو كلب ولا خنزير، وده بيخليهم يتحرقوا. بيقول ريك لمارك ايه رايك نحط فيديو نبدا نتفرج عليه ده وفي الكلب على الشاشه الرئيسيه، بعد كده كل الروبوتات هتفشل في تحديد الكلب وتتعطل ونطلع احنا من هنا وننقذ البشريه كلها. فبيقولوا مارك ان الخطه حلوه بس هيحط الفيديو هناك ازاي، مع العلم ان عشان يتحركوا من عندهم ويوصلوا لمكان السيرفر الرئيسي لازم يبقى معاهم مفك شكله غريب ومش موجود مع حد. فبيطلع ريك المفك بيكون دايما معاه، فبيقولوا مفك زي ده، فبيقول ايوه،
ويحرر نفسه هو ومراته عشان يقرروا يروحوا للوحة التحكم ويحملوا الفيديو بتاع الكلب. بتسوق كيتي العربية عشان تطلع على المكان اللي باباها فيه وتفضل ماشية على الحيطة عشان توصل لباباها. في الوقت ده بيكون ريك واقف قدام الشاشة مش فاهم أي حاجة عشان بيكره التكنولوجيا وملوش فيها. وبترجع روبوتس الجديدة عشان تقبض على ليندا اللي بتفضل واقفة لحد ما بتشوفهم قبضوا على الأرض، فبتتنرفز وشها يحمر وتفلت من الروبوتس اللي ماسكينها وتفضل تضربهم. وبتروح الروبوتس على ريك عشان تقبض عليه وهو واقف قدام الشاشة، ويفضل يحاول يراقب الروبوتين اللي بيساعدوه من غير اي فايده. بتقرب كيتي من العربيه من بال بتقبض عليها وتجمدها بشعاع وتقولها انت ليه عايزه تنقذي البشريه قوي كده، دول حتى مش بيحبوكي. فبتقولها كيتي انها بتحب البشريه بسبب اهلها اللي هم احسن ناس في الدنيا، حتى لو كل واحد مختلف عن غيره ومفيش حاجه بتجمعهم، بس هم احسن عيله في الدنيا عشان يتاثر ابوها وامها بالكلام. وقبل ما تتضرب بيكونوا الروبوتين ساعدوا الريك بعد ما اتعرفوا على صورته ورفعوا فيديو للكلب على الشاشه، ولما يشوفوا الروبوتس بيفقدوا السيطره ويتدمروا. وبتقع كيتي من ارتفاع عالي عشان تلاقي ريك طاير بتكنولوجيا الروبوتس وبينقذها في اخر ثانيه. بس مش دي المشكله، الروبوتس الجديده متطوره والمفروض ان الكلب ده مش بيعمل حاجه معاهم، فقرروا ان هما يطاردوا العيله. ويقف ريك جنب كيتي وهما الاتنين طايرين في الجو بيفضلوا يغنوا اغنيتهم ويضربوا الروبوتات ويعملوا مع بعض فريق جامد. وعلى الارض بتفضل ليندا اللي جابت اخرها وبتضرب كل الروبوتات قديمه جديده مفرقش معاها حاجه وبتحمي ايرون من اي خطر لحد ما تطير كيتي وتفضل تقرب من بال اللي بقت في وضع النوم وتاخد الموبايل اللي عليه الابليكيشن وترميه في الحمام سباحه من ارتفاع عالي. بس لسوء الحظ بيقع الموبايل جنب حمام السباحه على طول وبينزل على وش الكلب فبيخبط فيه وبيقع تاني في كوباية مية ويفصل الموبايل ويبوظ. وفي اللحظة دي بيتحرر كل البشر اللي كانت بال خطفاهم وحبساهم عشان تطلعهم الفضاء. وبعدها بتعمل كده نفسها انها مصابة عشان يجري باباها عليها وهو مرعوب. بعد كده بتقوم وبتديله كلب وتقوله انها بتهزر معاه وعشان الروبوتين اللي ساعدوهم برمجتهم بايظه ما حصلهمش حاجه ولسه عايشين معاهم. وبعدها بنروح بعدها بكام شهر بنشوف ان الشعب كله بيقرا الجرايد وان الميتشيلز بقوا ابطال المدينه بعد ما انقذوها. واخيرا بتوصل كيتي الجامعه بتاعتها عشان تودع اهلها وهي فرحانه وانهم بقوا قريبين من بعض. وبعد كده بتكلم مامتها وبتقولها ان هي بتحب واحد في الجامعه وبيخرجوا مع بعض. وبنشوف كمان ان ايرون وافي بيلعبوا مع بعض حتى الروبوتين بقوا من العيله. وبعدها بيوصل دعوه للعيله عشان يحضروا تكريم من المحافظ بعد بطولاتهم الكبيره وبتقول كده ان هي اللي هتسوق المره دي. وبيخلص فيلمنا النهارده. اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعوا معانا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير سبسكرايب للقناه عشان يوصلكم كل جديد.